هي روبلوكس رجعت مصر ولا لسه؟ الحقيقة صدمتني جدا. الفيديو ده مهم جدا وركز معايا للآخر عشان اللي هقوله ممكن يفرق معاك فعلا. زي ما انتوا عارفين يا جماعة، روبلوكس اتمنعت في مصر من فترة، ومن ساعتها حرفيا وكل الناس مستنية ترجع. يعني بقالنا أيام، أسابيع، وفي ناس بقالها شهور بتسأل نفس السؤال: هو روبلوكس هترجع ولا خلاص كده انتهت؟ والمشكلة إن كل شوية يطلع كلام مختلف، مرة يقولوا خلاص هترجع قريب ومرة يقولوا مستحيل ترجع تاني. فالموضوع بقى محير جدا بصراحة. المهم بقى، أنا قررت إني مش هفضل أسمع كلام وخلاص. فأول حاجة عملتها إني دخلت بحثت في جوجل وسألته بشكل مباشر: هل روبلوكس ممكن ترجع مصر حاليا؟ والإجابة كانت صريحة جدا. قال إن اللعبة اتحجبت في مصر يوم 4 فبراير 2026، وإن مفيش أي موعد محدد لرجوعها. هنا أنا اتلخبطت أكتر، وقلت طيب ماشي، خليني أسأل بشكل أعمق. فسألت تشات جي بي تي وقلت له: هل روبلوكس ممكن ترجع مصر؟ وإيه اللي حصل في قضية 15 مارس اللي فاتت؟ والرد كان مهم جدا، ركز معايا. قال إن روبلوكس ممكن ترجع فعلا، لكن مش دلوقتي، ومفيش قرار رسمي برجوعها، وإن رجوعها بيعتمد على حاجتين مهمين جدا. أول حاجة، حكم المحكمة في القضية، وتاني حاجة إن الشركة تعدل سياساتها زي الأمان والشات خصوصا للأطفال. طيب إيه بقى اللي حصل يوم 15 مارس؟ خلينا نمشي واحدة واحدة. قبل يوم 15 مارس كان في جلسة يوم 8 مارس، والجلسة دي اتأجلت ل 15 مارس علشان الحكومة تقدم دفاعها. نيجي بقى لليوم الأهم، يوم 15 مارس المحكمة عملت حاجتين مهمين جدا. أول حاجة، القضية دي كان هدفها إلغاء حظر روبلوكس في مصر. أول حاجة، ما طلعتش أي حكم نهائي، يعني ببساطة مفيش قرار برجوع روبلوكس لحد دلوقتي. تالت حاجة بقى وده الأهم، إن المحكمة قررت تحجز الدعوة لإعداد تقرير بالرأي القانوني. طب يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة كده المحكمة قالت لهيئة اسمها هيئة مفوضي الدولة إنهم يحللوا القضية قانونيا ويكتبوا توصية هل الحظر يكمل ولا يتلغي. وبعد ما التقرير ده يخلص القضية هترجع تاني للمحكمة، وساعتها ممكن يطلع الحكم النهائي. فبكده الصورة بقت أوضح شوية. روبلوكس ما انتهتش ولسه في فرصة إنها ترجع، لكن الموضوع محتاج وقت شوية ومش هيحصل بشكل فوري. ومن وجهة نظر أنا بقى، أنا شايف إن ناس كتير واخدة فكرة غلط عن اللعبة. الناس فاكرة إن اللعبة وحشة خالص، بس الحقيقة غير كده تماما. روبلوكس مش مجرد لعبة، دي منصة كاملة تقدر تلعب وتقدر كمان تعمل ألعابك بنفسك. ولو دخلت في الموضوع ده بجد هتبدأ تتعلم برمجة وإزاي تفهم الألعاب بتتعمل. ممكن الموضوع معاك يتطور لبرامج وحاجات أعمق بكتير. يعني ممكن تبقى بداية ليك في مجال كبير جدا زي تطوير الألعاب، بس طبعا ده ما يمنعش إن فيها شوية مشاكل في المحتوى وفي حاجات محتاجة رقابة أكتر. وده غالبا السبب اللي خلى القرار يتاخد من الأساس. طب دلوقتي السؤال الأهم، إحنا نعمل إيه لحد ما اللعبة ترجع رسمي؟ هل نقعد مستنيين ولا في حل؟ بص بقى، أنا هجرب معاك حاجة، والموضوع ده أنا مجربه بنفسي. دلوقتي لو حاولت تفتح روبلوكس عادي في أغلب الأحيان مش هتشتغل معاك. ممكن يبان إن في مشكلة في النت أو اللعبة مش بتحمل خالص، بس الحقيقة إن المشكلة مش عندك، المشكلة في الحجم. طب إيه الحل؟ الحل ببساطة إنك تستخدم برنامج يغير الاتصال بتاعك. أول حاجة، افتح المتصفح عندك واكتب في البحث 1.1.1.1. هتلاقي الموقع الرسمي قدامك. ادخل عليه وحمل البرنامج سواء موبايل أو كمبيوتر. بعد ما تحمله هتفتحه، هتلاقي زرار مكتوب عليه كونكت، اضغط عليه. وبكده انت غيرت الاتصال بتاعك، ودلوقتي تقدر تفتح روبلوكس عادي جدا. انا جربت بنفسي وكانت مش راضية تفتح خالص، لكن اول ما فعلت الطريقة اشتغلت فورا. وقدرت ادخل والعب عادي جدا واخش مابات مختلفة من غير اي مشاكل. بس خلي بالك من حاجة مهمة جدا، استخدم الطريقة دي بشكل آمن وما تستخدمهاش في أي حاجة غلط. وخليك متابع الأخبار، لأن ممكن في أي وقت يصدر قرار رسمي برجوع اللعبة. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو فأنت فعلا جامد جدا يا صديقي. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وكان معاكم إلزنوريا، أشوفكم في الفيديو الجاي.